سألني نختار أنهي كتاب في تأسيس القواعد النحوية، كتاب الأبرار ولا كتاب التأسيس السليم ولا كتاب سندباد؟ أنهي كتاب؟ تعالوا مع بعض نعرف الفرق ما بينهم. نبدأ بكتاب سندباد. أول حاجة عندنا كتاب سندباد اللي عاملاه أستاذة نورة. الكتاب جميل جدا. لو جينا نشوف هنا الفهرس هلاقي ان الكتاب طبعا فيه كل الحاجات للقواعد النحوية، يعني المدود، التنوين، الشدة، اللام الشمسية واللام القمرية، ياء الملكية، الألف اللينة، المفرد مثنى والجمع، أسماء الإشارة للقريب أو للبعيد، جميع الضمائر، أقسام الكلام، وهكذا. وبعد ما بيخلص برضو بنلاقي فيه مراجعة عامة على كل اللي درسناه. طيب عندنا هنا التدريبات. هنا شرح المد بالألف، وبعد كده شرح المد بالياء والمد بالواو، وبعد كده هنا تمرينات. يعني الكتاب جميل جدا واحنا هننزل منه شرح الفترة الجاية بإذن الله. ده كده كان عن المدود. بعد ما نخلص المدود بيعمل اختبار، هنا اختبار 1 وهنا اختبار رقم 2. بعد كده التنوين. بعد ما شرح التنوين بالفتح وبالضم وبالكسر، يعني الشرح على التلاتة مرة واحدة كأنه مراجعة على اللي أخده. دلوقتي بعد كده عمل التدريبات. وبعد التدريبات كالعادة في اختبار، طبعا الاختبار بيبقى شامل المدود، الشدة، تدريبات على الشدة، وفي تدريبات على التحليل، وبعد كده اختبار شامل طبعا المدود والتنوين، وهكذا. هندننا ماشيين هنلاقي نفس النظام، بس الشرح كامل، يعني الشرح فيه كله، بس كمية التدريبات ما شاء الله كتيرة جدا. دي مراجعة، اختبارات في الآخر. هقول لكم صفح الكتاب فيه 247 صفحة. الكتاب مناسب جدا لطفل ممكن خلص أولى أو وتانية وتالتة وداخل على المراجعة، أو طفل عادي هيشتغل قواعد نحوية من الأول بس هيكون شغال كله، يعني القواعد بتاعت أولى وتانية وتالتة من غير تفصيل. برضو كتاب الأبرار لما نيجي نشوفه هنلاقي إن هو فيه المدود كاملة، التنوين، الشدة، قواعد كتابة الهمزة، ياء الملكية، ألف اللينة، اللام الشمسية واللام القمرية، الاسم والفعل والحرف، هكذا. ودننا شغال ماشيين لحد ما نلاقي برضو اختبارات وتقييم. الكتاب ده بحسه كده خلاص لوقت الزنقة قوي، ان خلاص الطفل داخل سنة رابعة ابتدائي ومفيش وقت، فاحنا نجيب كتاب الأبرار، يعني هيلحق يخلصه بإذن الله قبل دخول الدراسة.